خدعة نفسية لو عملتها هتقدر تتصرف مع أي شخص بيضايقك وتخليه هو اللي يتضايق ويتحرج ويبقى شكله وحش جدا. لما تلاقي حد بيحاول يضايقك عن طريق كلام بيقولهولك أو تصرف بيعمله أو حتى بيحاول يحرجك بأي شكل، ساعتها في نص المناقشة اللي انتوا بتتكلموا فيها أيا كانت هي ايه، هترد عليه رد واحد بس هيغير مسار المناقشة كلها، بإن انت تقوله ايه ده، طب انت ليه اتضايقت؟ لا بجد حاسك اتضايقت، حاسس كده الموضوع مأثر عليك. لا بجد يا ابني مفيش حاجة، طب انت ليه متضايق؟ ويفضل حاطه في وضعية الضعيف والمتضايق دي شوية. انت كده بتهيأله ان هو متشاف قدام الكل ان هو الضعيف والشخص المتضايق، فهيبدأ يحس فعلا ان هو محتاج يبرر لك ان هو مش متضايق. وهنا بقى هتلاقيه ان هو بدأ يدافع عن نفسه بشكل كبير ويقولك انا مش متضايق، والله ما متضايق، طب انا هتضايق ليه؟ ويبدأ يبرر وهو اللي يبقى محطوط في موضع الضعيف، بعد ما كان هو اللي بيهاجمك وانت اللي بتدافع عن نفسك، بقيت انت اللي بتهاجمه وهو بيدافع عن نفسه، وبقيت انت اللي مسيطر على الحوار كله وانت اللي متحكم مش هو.